جديد تحت قيادة مختار المدير الفني، اختتم نادي بتروجيت استعداداته لمباراة نادي الزمالك. الزمالك متصدر للمجموعه وما خسرش ولا بونت، والزمالك طبعا بيضم مجموعه من اللعيبه من التميز، يعني دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا اول ماتش معاه. النقطة بقى المهمة قوي بالنسبة لي ان للأسف ان انا عندي بعض العناصر المؤثرة جدا بالنسبة لفرقة بتروجيت متوقفة، زي احمد شعبان وزي فليكس، حتى كمال عنده مشكلة بسيطة في رجله بس اتمنى ان شاء الله ان هي تحل. كوفي برضه عنده مشكلة بسيطة. يعني عندي 4 من الناس المؤثرين جدا عندهم مشاكل، خصوصا فيهم 2 مش هيلعبوا، والاثنين دول كانوا يعتبروا من الناس المؤثرين واللي انا كنت ممكن اعتمد عليهم اعتماد كلي في حته معينه. فدي طبعا للاسف بتمثل لي طبعا جزء فيه معاناه كبيره جدا. ان شاء الله احنا مستعدين استعداد قوي حضرتك شايفه كده، يعني ان شاء الله نعمل مباراه كويسه ان شاء الله ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله ان شاء الله. والله احنا مش بنبص على ان احنا نوقف انتصارات الزمالك، احنا بنبص ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه لينا تدخلنا في الدوري تاني بشكل كويس، خصوصا ان النتائج كلها والفرق كلها قريبه من بعضها، ماتش واحد ممكن يدخلنا ثالث والعمليه لسه قريبه، فاحنا بنركز على فرقتنا احنا وازاي احنا ماشيين، ما بنبصش الفرق اللي قدامنا. ماتش صعب جدا يعني، لان فرقه الزمالك هي الفرقه المتصدره وما خسرتش اي ماتش وعاملين اداء كويس. طبعا كابتن مختار لما رجع لنا ادانا دفعه كويسه وادانا ثقه في نفسنا كويسه، وان شاء الله بنشتغل عشان نقدر نعمل حاجه كويسه في ماتش الزمالك ان شاء الله. ماتش صعب، الزمالك ماشي اول والسنه دي ما اتغلبش ولا ماتش عشان ماتشات فايز، فاحنا مركزين ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه. لو ما كسبناش نتعادل، وباذن الله يعني يكون ماتش كويس لينا ومعانا جهاز فني جديد، فيا رب تكون بدايه كويسه لينا يعني ان شاء الله. بعد ان فجر بتروجيت مفاجاه امام الدراويش واقتنص ال3 نقاط، ترى هل سيفعلها امام النادي الابيض؟ من داخل استاد بتروسبورت، ولاء صلاح لسوبر كوره.